السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في منوعات أيام الهواري. النهاردة هنعمل شوكولاتة، اللي هي الشوكولاتة الخام، بمقادير بسيطة وموجودة في كل بيت. أول شيء هنحتاجه 3 معالق كاكاو خام، معلقتين لبن بودرة، معلقتين ونص سكر بودر، ومعلقتين ونص سمنة. ممكن نحتاج تاني، او ممكن ما نحتاجش. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه. هنجيب بولة ونحط السكر البودرة والكاكاو الخام واللبن البودر، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. دلوقتي هنحط السمنة بالتدريج يا جماعة. قلبوها الأول ونشوفوا هنحتاجه تاني ولا لأ. طبعا أنا آسفة لأني أنا بصور بإيد وبقلب بالإيد التانية، فمش متحكمة فيها أوي. بس هما يعني بالظبط معلقتين ونص مليانين سمنة، هيظبطوا لكم الحكاية يعني. بصوا يا حبايبي، للأمانة يعني هو كده هتحتاج سمنة تاني. يعني المعلقتين ونص السمنة مش هيكفوها. فأنا بسخن سمنة تاني وهزودها. هشوف هي هتكمل معايا، هتحتاج معايا قد ايه سمنة بالظبط وهقول لكم. بصوا حبايبي، دلوقتي انا حطيت لها معلقه كمان سمنه كبيره. بصوا بقت القوام بتاعها ممتاز وجميله خالص. هي بتبقى بالشكل ده. يعني المقادير اللي انا بقول لكم عليها دي هتحتاج بالظبط هتاخد معاكم 3 معالق ونص سمنه مليانين. خلاص. دلوقتي بقى هنعمل ايه. انا هعبيهم في اللي هي بتاعت مكعبات التلج دي، باستخدام اي حاجة. طبعا مش بالمعلقة خالص عشان خاطر بالمعلقة يعني هتبوظ الدنيا خالص. فانا ممكن احطها مثلا في حاجة زي كده، في اللي هي كنكة مثلا، وايه وهعبي بيها. خلاص. بصوا دلوقتي انا حطيت الشوكولاته في قلب اللي هي الكنكه، وهعبي كده اسهل اهي. شو كده مش هوسخ الدنيا. طبعا انتوا عايزين تزودوا تقللوا براحتكم يعني. انا عامله الكنكه تاني، لسه معايا خليط تاني. بس يا ريت لما تيجوا تعملوا الحركه دي اعملوها بسرعه قوي، عشان هي طبعا هتمسك على طول.
بصي يا حبيبي، دلوقتي انا حطيتهم في اللي هي المكعبات بتاعه التلاجة. هدخلها التلاجة من تحت. اوعى انا مش عايزه افرزها، انا بدخلها بس التلاجة. وطبعا انا ممكن اسيبها عادي بره وهتجمد برضو زي دي. ما خدتش وقت. بصوا، ما خدتش وقت يعني، يا دوبك حطيتها وخلاص. وانا ما حطيتلاش فانيليا يا جماعه، عشان انا احس انها شوكولاته يعني. ما بحبش انا حكايه انكهها بنكهه تانية. طب ما هي فيها كاكاو خلاص يعني. وبجد طعمها حلو يعني، مش آم، يعني مش هتحسوها مختلفة عن الشوكولاتة الخام العادية. بس في حاجة للأمانة يعني حابة أقولها لكم. بلاش تشتروا السكر البودر اللي هو بره. يعني انتي اطحني سكر بودرة في البيت، عشان السكر البودرة اللي هو بتشتريه من بره ده ما بيحليش. تحسي ان هو ما بيحليش. او بالشوكولاتة دي بتبقى عايزة طبعا سكر، يعني تحسي بطعم السكر، تحسي انها حلوة، شوكولاتة حلوة يعني. لازم تكون السكر بتاعها كويس يعني، فاهمة؟ انتي طحني السكر في البيت. آه وخدي معلقتين ونص سكر كبار، وثلاث معالق شوكولاتة اللي هي كاكاو خام، ومعلقتين لبن بودرة، وطحنيهم كمان طحنة. اضربيهم كلهم مع بعض. وبعد كده زودي لهم زودي سخني السمنة وزوديها عليهم. وحاولي انت تشتغلي فيها بسرعة، لان هي بتمسك على طول. انا هدخلها التلاجة وهوريها لكم لما اطلعها. يا حبايبي، دلوقتي انا طلعتها من التلاجة. بس غلبتني عمال ما طلعتها من البتوع دول اللي هي القالب. فيا ريت لو انتوا عندكم اللي هو السيليكون، هيبقى ممتاز قوي، وعمرها ما هتمسك معاكم كده. خلاص. بصوا يا جماعة، عمل الثلاث معالق بس اللي هما الكاكاو عملوا لنا حبة قد ايه. وما خدتش ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة مننا. وانتي ضمناها في بيتك وعاملاها بايدك. بصوا ونشفة. بصوا يعني، شايفين انها، بصوا، شوكولاتة مفيهاش اي اختلاف، وطعمها ممتاز ممتاز ممتاز. وما خدتش منك اي حاجة غير والله العظيم انا ما كملت حتى ربع ساعة حطها في التلاجة. فجربوها بجد هتعجبكم قوي. واستنوني في فيديو تاني هعمل لكم باذن الله الشوكولاته القابله للدهن من الشوكولاته اللي انا عاملاها دي. وطبعا مش هحط لها بندق طبعا، عشان اللي احنا الوقت اللي احنا فيه ده خلاص الحاجات دي المفروض بقت ممنوعه بالنسبه لنا، لانها اسعارها بقت غاليه جدا. هعمله ان شاء الله بالسوداني العادي جدا يعني. بالسوداني مش هيكلفنا حاجة ان شاء الله. وبالشوكولاتة اللي انت عاملاها في البيت. استنوني عشان تيجيلكوا اي فيديوهات جديدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اي حاجة انزلها توصل لكم. وما تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.